سرقة الشنط في الشوارع. موتوسيكلات بتسرق شنط من الحريم وهم ماشيين في الشارع. نصيحة لكل ست لكل طالبة وانت ماشية في الشارع، ما تخليش الشنطة ناحية الطريق. يعني لو الطريق الاسفلت على يمينك يبقى الشنطة تلبسيها في كتفك الشمال. لو انت ماشية والطريق على شمالك يبقى الشنطة تخليها في كتفك اليمين. كل ست وكل طالبة بقول لحضرتك وانت ماشية في الشارع ما تخليش الشنطة ناحية الطريق. لو انت ماشية في الطريق او على طريق اسفلت فياريت ما تخليش الشنطة في الاتجاه بتاع الطريق ده، لان فجأة هتلاقي واحد بتاع موتوسيكل بيجري وراح خاطف منك الشنطة وفجأة هتقعي على وشك وجايز يحصل لك اصابات. في الفيديو ده هوضح ليكم مجموعة سرقات لشنط حريم في الشوارع العامة. وانت ماشيه كده في الشارع بتلاقي فجأة مرة واحدة كده اتخطفت الشنطة منك، واتنين تلاتة شباب راكبين موتوسيكل وخدوا الشنطة وطلعوا يجروا بيها. الشنطة بيبقى فيها بقى الموبايل، البوك، الفلوس، الحاجات تحويشة عمرك، ورق، رايحة فين، رايحة الشغل، حاطة فيها كل حاجة، مكياجك، كل ده، فبتضيع الشنطة. تحديدا بيسرقوا الشنط لان الشنط يعني مفيش واحده بتمشي بالموبايل في ايديها، بتحط الموبايل في الشنطه وبتلبس شنطتها عادي جدا. فتحذير لكل ست، كل واحده، كل طالبه رايحه الجامعه، ما تخليش شنطتك ناحيه الطريق. وانت ماشيه في السكه كده البسي الشنطه بالاتجاه المعاكس، ما تلبسيهاش ناحيه الطريق. في بعض الاصابات، ناس كتير اتصابوا، وفي سيده المعادي توفاها الله كده من الوقعه نفسها، لان طبعا الموتوسيكل بيجري بسرعه رهيبه جدا وفجاه الشنطه بتتخطف منك وبيجروا، طبعا ما حدش بيلحقهم ولا حد بيعرف يوصل لهم لاي حاجه. فمهم جدا ان انت بنت رايحه الجامعه تلبسي شنطتك في الاتجاه المعاكس، يعني البسها لو الطريق على يميني يبقى البس الشنطه على شمالي، لو الطريق على شمالي يبقى البس الشنطه على يميني. ولو معاك طفل خليه برضه مش في جانب الطريق، لان حالات برضو الخطف انتشرت كده، موضوع الخطف والاعضاء وبيع الاطفال لناس يعني ما بيخلفوش والكلام ده كله، بيقبضوا فيه في العيل حوالي 20,000 جنيه و10,000 جنيه. فانت في غنى عن الكلام ده كله. عافانا الله واياكم يا جماعه. هو الفيديو ده بمثابه تحذير بس لكل بنت ان هي تخلي بالها من شنطتها كويس. ما تخليش الشنطه باتجاه الطريق علشان خاطر ما تقعيش في مشكله وتتشد الشنطه منك وتتعرضي للسرقه وتقع على وشك وجايز يحصل لك اصابات ووشك يتعور والحاجات دي كلها. عافانا الله واياكم يا جماعه. شاركوا الفيديو ده على اوسع نطاق علشان خاطر يوصل لاكبر عدد من الناس وبمثابه توعيه. عافانا الله واياكم يا جماعه. شكرا لكم.